استعدادا للاحتفاء بذكرى مولد خير الأنام وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم، تنظم مساجد الرحمن بمدينة شريعة وعلى مدار شهر ربيع الأول وبداية من هذا الأسبوع جملة من المحاضرات والندوات وحلق الذكر سينشطها أئمة وخطباء المساجد وأساتذة مختصون في الشريعة الإسلامية. العينة من مسجد النور بحي 250 سكنا اجتماعيا بشريعة الذي ستر إمامه برنامجا تضمن 3 محاضرات انطلقت فعالياتها منذ بداية هذا الأسبوع. السيد فيصل بن يعقوب إمام وخطيب مسجد النور يقول عن برنامج إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. حسب الاحتفال بمولد النبوي الشريف الذي يصادف يوم 12 من ربيع الأول الموافق ليوم الخميس 28 سبتمبر، نظم مسجد النور بحي 250 مدينة شريعة برنامجا ثريا يتضمن جملا من المحاضرات التي سينشطها مجموعة من الأئمة والأساتذة الفضلاء تحت شعار الأيام النورانية في الإشادة بخصال خير البرية. وهذا البرنامج سيكون على مدار 3 أيام بدءا من البارحة يوم السبت. وقد نشط هذا اللقاء الأول من هذا البرنامج الأستاذين الفاضلين برهمي مراد وفوزي فارح بارك الله فيهما، وكان عنوان محاضرتهما صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صبره عليه الصلاة والسلام على المحن والشدائد. وقد أفاد وأجاد كليهما جزاهم الله كل خير، وقد كان حضورا مميزا من قبل مصلي المسجد. كما شهد مسجد النور يوم الأحد محاضرة قيمة التي كانت بعنوان معاملته صلى الله عليه وسلم مع أهله. نشط هذه المحاضرة إمام المسجد وإلى جانب إمام مسجد الهداية الذي هو الشيخ محمد أهبهوب على أن يتم تنظيم محاضرة ثالثة من البرنامج الذي يكون إن شاء الله هذا الاثنين بين صلاة المغرب والعشاء بعنوان جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم، كذلك معاملته مع الأطفال. وسينشط هذا اللقاء الأخير من البرنامج الإمامين الفاضلين الأستاذ عبد الرؤوف عاشور وكذلك الأستاذ عبد الرحمن بوقرة. ولا يسعني في الأخير إلى أن أشكر الذين حضروا لإنجاح هذا البرنامج الخاص بمناسبة مولد النبوي الشريف. لقناتي على اليوتيوب راسلكم أحمد بوقرة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.